بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة اللي حصل واللي بيحصل واللي بنشوفه واللي لسه هنشوفه طول ما مجلس الإدارة ده موجود، تمام؟ ده من الآخر، ده من الآخر. محدش يستغرب أي حاجة هنشوفها الفترة الجاية مع النادي الأهلي تحديدا. ما تستغربش، ما تستغربش وما تستعجبش، لأنك هتشوف كتير، هتشوف كتير طول ما مجلس الإدارة ده موجود. وطول ما هو يعني كل ما تحصل كارثة وكل ما تحصل مصيبة مع النادي الأهلي وكل ما تحصل حاجات يعني عجيبة جدا اتجاه النادي الأهلي أو في حق النادي الأهلي. ومجلس الإدارة مفيش غير البيانات. مجلس الإدارة أخرج بيان، مجلس الإدارة طلع بيان، مجلس الإدارة مش عارف لازم يكون لك قرار حاسم اتجاه الفسد دول. ده من الآخر، ده من الآخر. الناس دي واخدة على ان انتوا محترمين زيادة عن اللازم. ده كلام المجلس الإدارة على فكرة. الناس دي واخدة ان انت محترم زيادة عن اللازم، ومع احترام الناس دي مش عايزة كده. الناس دي مش عايزة كده. طلع بيان ان الفترة الجاية او هتكمل الدوري بالناشئين. ده من الاخر، ده من الاخر. يا اما تنسحب، يا اما تنسحب، ان انت مش هتعمل حاجة. انت مش هتعمل حاجة لان انت خربتها من اول الموسم. انت من اول الموسم انت خربتها بمدرب لا يفقه شيء عن كرة القدم، وبلعيبة صفقات كيدية في نادي الزمالك، تمام؟ وصفقات تانية محدش يعرف عنها ولا عمرنا سمعنا عنها في طبق اليوم. محدش يقول لي مجلس الإدارة يا باشا. مجلس الإدارة هو السبب في كل البلاوي اللي احنا فيها والمصايب اللي بنمر بيها. مجلس الإدارة. انت بقى عايز تطبل لمجلس إدارة، عايز تطبل لحد معين، ما تتفرجش عليا. ما بقولكش اتفرج عليا، ما بقولكش شوفني. بلوك وريح دماغك، ما تتفرجش عليا. انا ما بطبلش لحد. انا بحب النادي الاهلي، بعشق النادي الاهلي، بشجع النادي الاهلي. ما بشجعش اشخاص، كله عندي تحت النادي الاهلي. هتحب النادي الاهلي، هتخلص للنادي الاهلي، انت كده حبيبي. غير كده لا. انت جايب شوية لعيبة كل همها الفلوس بس، كل همها الفلوس. يعني عاقبتهم بالفلوس مفيش فايدة، حطيت لهم مكافآت مفيش فايدة. مع احترامي، اللعيبة دي لو فيها فايدة كانت نفعت فرقتها. اللعيبة اللي انت رحت جبتها بملايين دي لو فيها فايدة كانت نفعت نادي الزمالك. ما كنتش انا كسبتهم بالقضية. لو دي لعيبة فيها فايدة ولعيبة بتخاف على فرقتها وبتراعي